أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام عبر صفحتنا على الفيسبوك بوير عربي، وأيضا مستمعينا عبر الموجة 103.5. وصلنا للفقرة الحوارية ضمن برنامج عطر الصباح. رح نتحدث عن القرار التي أصدرته الإدارة الذاتية أمس الاثنين القاضي برفع سعر المحروقات. هذا القرار قوبل برفض وانتقادات من غالبية سكان المنطقة. أسئلة كثيرة حول هذا القرار نطرحها على ضيفنا صادق محمد، الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة لشمال وشرق سوريا. بداية أهلا بك أستاذ صادق عبر أثير إذاعة بوير اف ام. حيلا بكم، أهلا وسهلا. لو نتحدث أهلا فورا وسهلا. عن القرار 119 القاضي برفع أسعار المحروقات بنسبة 200%، السبب من وراء هذا القرار؟ بشكل عام الإدارة الذاتية أخذت قرار برفع أسعار المحروقات بكل شمال شرق سوريا، نعم. بكل فروع المحروقات، يعني بكل أقسامها. نعم. آه، وبخاصة بكل أقسام المحروقات. تمام. كان هذا قرار من الإدارة الذاتية على مستوى كافة أقسام الإدارة. كان أسباب، يعني الأسباب الرئيسية لرفع أسعار المحروقات مثل ما تعرفوا أنه كان سعره متدني بشكل حاليا، يعني ما كان يغطي لا تكاليف الإنتاج ولا تكاليف الحراقات، المصروف، النقل، هذا كلياته ما كان يغطي بدون بدون كمان تكاليف أو مصاريف الإدارة الذاتية. لأن مثل ما تعرفوا أنه الإدارة الذاتية تعتمد أكثر اعتمادها بخصوص النفط، يعني على أكثر اعتماد على النفط، على واردات النفط والمحروقات. فهي الأسباب اللي كانت الأساسية. كمان في التهريب، موضوع التهريب، تهريب المحروقات بالأطراف، المناطق المحيطة لنا. مثل ما تعرفوا حاليا الأسعار المحروقات بمناطق الحكومة السورية ومناطق الجيش الحر أو درع الفرات، يعني مع ارتفاع السعر لسه يوجد 3 أضعاف الأسعار أو أكثر من 3 أضعاف الموجودة عندنا حاليا بالسعر الجديد. فيعني بالمجمل كانت هاي بخصوص المحروقات. كمان عندنا بخصوص اسطوانة الغاز، الإدارة الذاتية صار حاليا في طلب على اسطوانات الغاز بالفترة الأخيرة، وإنتاج المعمل أو إنتاج الحقول ما في، يعني تعرف أنتم المنطقة محاصرة، ما في تصدير للنفط. فهذا الشيء يسبب أنه نقص بإنتاج الغاز الموجود عندنا حاليا. فالإدارة اضطرت أنها بدها تستورد من برا، يعني تكاليف استيراد الأسطوانة حاليا 18,000، حاليا 18,000 ليرة سوري. الإدارة رايحة تسلمها للشعب 8,000. التكاليف الباقية رايحة الإدارة تشيلها من الوارد من المحروقات الثانية، يعني رايحة هلأ تغطي الإدارة فيها تكاليف. الذاتية أستاذ صادق، هلأ الإدارة الذاتية عم تستورد الغاز من مناطق أخرى. نعم، راح تستورد النتيجة، لأنه الطلب اها. الحاد على الغاز، لأنه حاليا تعرف أنتم الفرات مي ما في، اها. كهرباء ما في. اها. الناس كانت قبل تعتمد على الليزريات، على الكهرباء، يعني تعتمد على الطبخ بالكهرباء. حاليا اها. تعرفوا ما في لا مي ولا كهرباء، مقطوعة من الطرف التركي. اها. فالإدارة ملتزمة ومجبورة، يعني بدها تأمن للمواطنين الغاز. فما في، الحل الوحيد أنه بدها تستورد، والاستيراد مثل ما قلنا يكلف 18,000 نعم. للأسطوانة، سنتكلم الغاز عن داخل الغاز الأسطوانة. قليلا أستاذ صادق. في تصريح لكم قلتم أنه سيتم استيراد الغاز من إقليم كردستان العراق. آلية نعم. الاستيراد والأسعار ولماذا؟ هل نفتقد إلى مادة الغاز جدا في المنطقة؟ بشكل عام الغاز اها. يعتمد، أو إنتاج الغاز يعتمد على نعم. إنتاج النفط. ومثل ما تعرفوا المنطقة محاصرة، ما في تصدير نفط. اها. أغلب حقول النفط والآبار يعني متوقفة، اها. إلا فقط الإنتاج اليومي للمنطقة. اها. فهذا الشيء ما يكفي. ومثل ما تعرف في كمان عندنا إنتاج كهرباء قريب على الحقول النفط، نعم. تعتمد كمان على الغاز بالجزيرة. يعني هي كل الأمور عم بتأثر على إنتاج الغاز المنزلي للمواطنين. فمثل ما قلنا الإدارة بدأت تستورد هاي الكميات من برا لحتى تغطي احتياجات الشعب. نعم أستاذ صادق، استياء وشجب وانتقادات من غالبية سكان شمال وشرق سوريا حول هذا القرار والمطالبة بإلغائه فورا، كيف تردون؟ لحد الآن إلى هذه اللحظة ما في تراجع عن القرار. لحد لا الآن يعني ما في لحد اللحظة، تراجع. لحد الآن ما في تراجع. نعم. يعني القرار ساري وماشي لحد الآن. مهم. فيعني ما مثل ما قلنا لحد الآن ما في تراجع.
وماذا تردون بشأن الشعب الذي قُوبل بهذا القرار بالرفض والاستياء؟ شعبنا لازم يعرف إنه نحن بالمنطقة هون المنطقة محاصرة، ما في عندنا يعني إيرادات خارجية، ما في عندنا مردود غير النفط. ومثل ما يعرف إنه حتى تصدير النفط متوقف، يعني متوقف شبه تام متوقف. اهم. فالإدارة ملتزمة أنها تغطي المشاريع، تغطي الدعم، تغطي المصاريف. الإدارة الذاتية بكل شمال شرق سوريا ملتزمة أنها تغطيها من إيرادات النفط والمحروقات. فشعبنا يعني لازم نعرف هاي الأمور كلياتها. لنتحدث عن المبررات العامة لإدارة المحروقات حول رفع الأسعار. مبررات عامة، يعني اليوم كل الشعب بيقول إنه نحن منطقة متوفرة، نحن منطقة النفط، نحن منطقة الغاز. ليش اليوم ما عنا الغاز؟ ما عم يعني خلينا نقول الشعب ما عم يقدر يستوعب إنه مثلا مثل ما أنت قلت إنه نحن متوقف عنا التصدير، متوقف عنا الإيراد. كيف بتبرر إيه، تبرير عام بهذا تمام المنحى؟ تمام تفضل. تمام. بشكل عام التبريرات نحن نعرف مثل ما قلنا انه اهم. الاداره معتمده على وارداتها كلياتها من النفط ومن المحروقات. طبعًا. يعني ومنطقه اكيد نحن نعرف انه منطقتنا نعم. غنيه، بس ما في تصدير. لو في تصدير اهم. ما كان هاي الاسعار. ثانيا الاسعار اللي كانت بالمحروقات، اللي كانت اسعار محروقات ما كانت تغطي تكاليف انتاج. اهم. تكاليف الانتاج المحروقات ما كانت تغطيها. رح مو لحتى نتكلم عن انه هذا الموضوع تجيب لاحقًا. ارباح، مو نعم. لحتى رايحه تجيب ارباح للاداره. اهم. فالاداره ملتزمه انه يكون واردها المالي اكثر من هذا الشيء اهم. مشان تغطي كل تكاليف الاداره من مشاريع، بكل الامور اللي تهم الشعب. يعني اداره نعم. مجبره اهم. على رفع سعر المحروقات في هذا الوقت. مُجبرة. ماذا بشأن المواطنين إذن الذين لم تكن لديهم الإمكانية أن يشتروا أسطوانة الغاز ب2500 وهلأ اليوم صارت 8000؟ يعني هنّن من قبل ما عم يقدروا كانوا يشتروا أسطوانة الغاز ب2500 واليوم ب8000. اعتقد انه ما في عائله لا تستطيع ان تشتري اسطوانه الغاز بهذا السعر. العائلات النازحة. اعتقد العائلات النازحه نحن النازحة. نعرف انه في منظمات عم تدعم، في منظمات كثيره عم تجي على البلد. نحن والإدارة بالاداره الذاتية هل الذاتيه تدعم؟ هل عم تدعم؟ نعرف هذا الشيء. اهم. الاداره الذاتيه عم تدعم اكثر من 50% بسعر الغاز. يعني مثل ما قلنا لكم انه تكلفتنا 18,000، اكثر من 18,000 التكلفه. اهم. الاداره الذاتيه عم تمنحها للشعب 8,000. يعني الاداره الذاتيه دعم اكثر من 50% من سعر الاسطوانه. اهم. تحدثتم في بداية حديثكم عن الأسعار القديمة لا تغطي تكاليف الإنتاج. هل من توضيح أكثر؟ يعني في حراغات، في اهم. مصاريف على الحراغات، في نقل، في عمال، في هدر بالمصافي. هي كلها ما تجيب نهائيا. يعني الاداره عم تدعم، او الشركه كمان عم تدفع يعني من جيبها لحتى تغطي هاي الامور. يعني شركه اهم. الجزيره هاي الاداره يعني عقود بينها وبين شركه الجزيره. اهم. فهاي الامور كلياتها ما عم تغطيها. يعني 75 ليره، او البرميل كان 15,000 بحدود يعني ال $5. يعني اهم. هاي الامور هاي كلياتها ما كانت تغطي ولا اجزاء بسيطه من تكاليف انتاج المحروقات. اهم. طيب هذا القرار أستاذ صادق سيفتح الباب أو الفرصة للتجار وأصحاب البضائع برفع أسعار كافة المواد الغذائية والزراعية من الإنتاج تمام المحلي والمستورد أيضا. ما هي تمام. آلية ضبط الأسعار؟ اللي ضبط الاسعار هون يجي دور الاقتصاد ومكاتب التموين بالادارات. لازم توقف على القرار وتضبط كل الامور. تشوف انه السعر شو السعر، شو اضاف على النسب هاي. اهم. ارباح السيارات، ارباح التجار، هاي كلها لازم توقف عليها. اكيد اهم. في لجان متابعه بهيئه الاقتصاد والامور المتعلقه بالرقابه. اهم. ماذا بشأن تقديم مادة المازوت في فصل الشتاء بهذه الأسعار؟ هل تعتقد بأن بإمكان كافة المواطنين شراء مادة المازوت بهذا السعر؟ يعني حوالي 50,000 ليرة سورية، وكل عائلة تحتاج إلى 4 براميل مازوت بمعدل يعني 200,000. كيف ترد بشأن ذلك؟ المشكلة هذا صار قرار يعني الكل ملتزم فيه، ونحن ما فينا نعطي قرار انه نعطي لاشخاص ونترك اشخاص. بس اكيد الادارة ربما في عندها مشاريع دعم ربما لديها مشاريع بتوجه. دعم، يعني قبل أن تصدروا هذا القرار لم تكن لديكم مشاريع
أو هاي خطط. بخصوص هاي اهم. الأمور المالية والاقتصادية، أها. دراسة حاليًا هيئة الاقتصاد والمالية كمان لازم هم يكون عندهم دراسات نعم. بهاي الخصوص. نحن بطرف المحروقات نحن أعطينا القرار وأعطينا الأسعار، اهم. فهون يجي دور الرقابة ودور لجان التموين والاقتصاد يحددوا هاي الأمور. مثل ما قلنا نحن نعرف إنه مجتمعنا الوضع العام الوضع الاقتصادي سيء، خاصة بظروف هاي كورونا والأمور المعابر والحصار المفروض علينا، بس الإدارة ملزمة أو مجبرة لحتى بدها ترفع الأسعار لحتى تغطي التكاليف شو ما كان، يعني ما في مصاريف، في رواتب، دعم بأطراف، دعم الخبز، دعم الغاز حاليا هذا، بشكل عام كل متطلبات المعيشه الموجوده هون بكل شمال شرق سوريا متعلقه فقط على النفط، يعني على الوارد النفط الوحيد حاليا اهم. هذا اللي بيد الاداره. فهي اهم. الامور يعني الاداره ملزمه انها تغطي المشاريع اللي عم تعطيها للشعب. اهم. هل تمام. هناك تزويد للمحروقات والغاز إلى مناطق الحكومة السورية، وما هي الأسعار؟ ما في، لا، المحروقات ما تطلع من خارج حدود الاداره الذاتيه. اهم. قلت في بداية حديثك أنه لسه القرار ساري وما التغى هذا الموضوع. هل تمام. هناك إمكانية لدراسة الأمر من إدارة المحروقات والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بحيث أنه إجت الانتقادات كتيرة، الشعب ما عاد يقدر أنه يتحمل هذا القرار، ما عنده استعداد يشتري أسطوانة الغاز ب 8000 ليرة سورية، عائلات نازحة جدا من مناطق سريكانية عفرين وأيضا جريسبي. ما هي خططكم؟ هل ستلغون القرار في حال كانت الانتقادات كثيرة؟ مثل ما قلنا القرار ساري لحد الان، سر. الاداره الذاتيه، المجلس الرئاسي والاداره الذاتيه مهم. ما في تراجع لحد الان، الى هذه اللحظه ما في تراجع عن القرار. مهم. الأستاذ صادق محمد، الرئيس المشترك لإدارة المحروقات العامة لشمال وشرق سوريا، شكرا لك لهذه المعلومات. كنت معي ضيف عبر الهاتف عبر شكرا. أثير إذاعة بوير اف ام. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، اهلا وسهلا. على أمل أن يكون هذا القرار صائب. شكرا لمتابعتكم أعزائي المتابعين، ولإستماعكم. بعد قليل سنعود لفقرات عطر الصباح. إلى اللقاء.